بدنا ننتقل لموضوع اتفاقيات الرئيس مسرور البرزاني مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا بدي أذكركم بالاتفاقيات اللي حصلت في عام 2016، وكانت خطأ استراتيجي من إقليم كردستان العراق وقتها، وتحدثت فيها بمحاضرات طويلة جدا. الخمس اتفاقيات اللي حصلت بالنسبة لنفط كركوك مع الروس وقتها، تحدثت لكم إياه بشكل مفصل، وهي كانت البيضة التي تقريبا خلت بموازين القبان. فإقليم كردستان الآن بعد كل هالسنوات طبعا يرجع الآن إلى النقطة الأساسية، ويوقع مع شركات أمريكية بريطانية للبترول الآن. طبعا هون الحكومة العراقية اليوم انجنت، ما بيصير، وهذا فوق الدستور، وهذا نقبل وهذا ما نقبل وكذا، ورح نشتكي، رح نعمل كذا، بس ما بيطلع بيدهم شيء نهائيا مشان تعرفوا. هلا بعد اللي شافته الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحث الشركات الأمريكية والبريطانية على عدم التوقيع مع إقليم كردستان لحتى سنوات قريبة جدا، حتى سنوات قريبة، يعني حتى السنة اللي فاتت ما كانت تمنع كل الشركات الأمريكية أنه والبريطانية والأوروبية أنه توقع مع إقليم كردستان العراق في مسألة البترول، بسبب التوازنات اللي كانت موجودة. وكانت تأمل دائما الولايات المتحدة الأمريكية أنه تحافظ على العراق كلياته وتأكله دائما. فوصلت إلى قناعة أنه صعب جدا، وجاء الوقت لأنه ينفصل إقليم كردستان العراق من العراق، وأيضا سنة العراق ينفصلون من العراق، وتقسم العراق إلى 3 كونفدراليات كأبعد تقدير يعني. لأنه شفنا خلال 4-5 أيام اللي فاتت خرج تصريح للسيد مسعود البرزاني بهجوم لاذع على الحكومة العراقية، ولمح على ورقة الاستفتاء أو تفعيل ورقة الاستفتاء، فلمح على تفعيل ورقة استفتاء إقليم كردستان. طيب بدنا نربط هاي مع زيارة مسرور البرزاني للولايات المتحدة الأمريكية مرهونة بتلك الاتفاقيات. طبعا هاي الاتفاقيات لها فوائد كبيرة جدا على روج آفا أيضا. ليش؟ لأنه بالوضع اللي احنا شايفينه خرجت إقليم كردستان من ضغوط الدولية، من الضغوط الدولية اللي كانت مكبلها الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية، كانت مكبلة حكومة كردستان بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية اللي راح تحصل. فهلا حطتها جرعة كبيرة جدا، بأنه لا، ما بقى تعتمد أساسا على أنه تجيها الميزانية من العراق، من الحكومة العراقية اللي كانوا دائما يضغطوا على إقليم كردستان في مسألة الرواتب وغيرها وغيرها. هلا بده يرجع يبيع النفط إقليم كردستان عادي، وعوائد البترول راح يقبضوا إقليم كردستان، لأنه كل النفط العراقي ومنين يروح؟ بيروح على البنك المركزي الأمريكي. وهذا الاتفاقية اللي حصلت بعد 2003، انه اي نفط عراقي ينباع بالعالم كلياته لابد المرور بالبنك المركزي العراقي، والبنك المركزي عفوا البنك المركزي الامريكي، والبنك المركزي الامريكي يقوم بصرف الاموال للحكومه العراقيه حسب طلبها. فوافقت الولايات المتحده الامريكيه انه تعطي كردستان او اقليم كردستان من البنك المركزي الامريكي مباشره. فما بقى تقدر حكومة بغداد نهائيا انه تعمل ضغوط على كردستان نهائيا. وهذا النقطة الفارقة بهذا الموضوع.
النقطة الفارقة بهذا الموضوع. فلذلك شفنا أنه الحكومة العراقية بدأت الآن يعني أنه بدنا نرفع للمحكمة الدولية، بدنا كذا. الدستور العراقي أساسا الدستور العراقي في عليه خلاف، خصوصا في مسألة قانون النفط والغاز، وتفسيره لهذا طلع مبهم، يعني ما واضح كتير. هلا هذا راح يعطي قوة مستقبلا لإقليم كردستان أنه يتقدم حتى في المناطق المتنازع عليها شوي شوي، وأنه لابد حل الخلافات هاي مع الحكومة بغداد. أصبح ما معتمد على حكومة بغداد، فكل البترول اللي راح ينباع من إقليم كردستان راح يحول إلى بنوك الإقليم من البنك المركزي الأمريكي مباشرة. فخفت الضغوط بالنسبة لكردستان العراق، ولما بتخف الضغوط يستطيعون حتى السياسيين التحرك بشكل أكثر، حتى مع روج آفا وحتى مع الأتراك، لأنه راح يصدروا البترول عن طريق الأتراك، والأتراك أساسا مختنقين اقتصاديا، فيتمنوا أنه يتدفق نفط العراق مرة ثانية من الأراضي التركية، لأنه متوقف من إمتى؟ صار له 4 سنوات متوقف. ومع أنه اتفقت الحكومة العراقية والحكومة التركية على ضخ البترول، لكن إقليم كردستان ما ضخ البترول، وكان ينتظر أنه الأمريكان يسمحوا لهم حتى ما تروح الأموال مباشرة إلى البنك المركزي العراقي. فلما وقعوا الاتفاقية هاي، الشركات اللي بدها تشتري البترول من إقليم كردستان راح تحول المصاري تبعية البترول مباشرة لعند الكرد أو البنوك الكردية اللي موجودة في الإقليم، من دون ما تمر من البنك المركزي العراقي. وهاي النقطة أتمنى أنه تكونوا فهمتوها. طيب، اليوم أيضا صدرت تصريحات هامة جدا أيضا من رئيس البرلمان التركي. طبعا كان عندنا تصريحات البارح كان في عندنا تصريحات من رئيس حزب مهابا بختشلي، واللي قال فيها أنه يجب أنه ندعم عملية السلام ونفعلها بشكل أساسي، ويجب أنه الحكومة التركية تأخذها بجدية، لأنه الوضع عندنا لم يعد يستحمل، ونحن الوقت عم بيفوت علينا، وهذا ليس من مصلحة الأمة التركية. خرج اليوم رئيس البرلمان التركي بتصريح هام للغاية، وطالب ودعا الكرد فيه إلى مساندة الدولة التركية ووحدة الدولة التركية، وقال أنه أمريكا وإسرائيل قسموا العراق، والآن قسموا سوريا. اسمعوا الكلام، قسموا سوريا، والدور جاي علينا. فإذا الكرد ما وقفوا معنا وساندونا فتركيا سوف تنتهي. وحكاها بهذا الوضوح، وحتى ذكرهم قال أن الكرد هم كانوا سبب وحدة تركيا في عام 1925. في عام 1925 عندما سقطت الدولة العثمانية ووقعت اتفاقية سيفر بإنهاء الدولة العثمانية، قاموا الكرد بثورة، ويقصد فيها ثورة الشيخ سعيد بيران. وهم الثورة هاي هي اللي كانت سبب وحدة تركيا، لأنها طالبت بإعادة الدولة التركية. وهو يكتب هنا كانت الدولة العثمانية وقتها، وهذا كلام صحيح. يقول لك أنه الكرد إذا جاءتنا مصيبة بالداخل يجب الكرد أن يحاربوا من أجل وحدة البلاد ويوقفوا معنا اليوم. طبعا أنا هاي التصريحات كلياتها ما بتهمني نهائيا، لكن التصريح السياسي هنا أدرك الأتراك فعلا بأنه هناك خطر لتقسيم سوريا. يعني كل الكلام اللي أنا كنت بقول لكم إياه خلال السنتين اللي فاتت طلع حقيقي، وأنه تركيا فعلا جاية ووقت صار ضيق، ويتحدثون عن الوقت، يتحدثون عن ضيق الوقت، وعم بيفوتهم الوقت
اليوم تصريحات أردوغان بنفس الوقت بيقول لك تركيا تحتاج إلى دستور جديد، ومن دون دستور جديد لا يمكن للجمهورية التركية أن تستمر، ونحتاج إلى جمهورية حديثة، تجديد الجمهورية. طيب كمان نفس الشيء بذكركم، قبل سنة ونص وتحدثت لكم أنه لابد من تغيير دستوري في تركيا. من دون تغيير الدستور لا يمكن أنه الحكومة التركية تستمر، صح ولا لا؟ وقلت لكم بعد الدورة هاي حسب قراءتي للدستور التركي لا يستطيع أردوغان ترشيح نفسه مرة أخرى إلا بتعديل دستوري، ولا يستطيع تعديل الدستور إلا عن طريق الكرد. لا يستطيع حزبه مع حزب المعارضة مع بعض بتغيير الدستور من دون ما يكون الكرد معهم، لأنه هذا يحتاج إلى استفتاء. وهنا إذا ما كرد وافقوا على تعديل الدستور لا يمكن للدستور للتعديل. طبعا هو خجلا واستحاء أنه بده يحط دستور جديد ويحط فيه الحقوق الكردية والاعتراف بالكرد وبالأقليات، عم بيصرح أنه نحن نحتاج إلى دستور جديد. لكن الصراع ما بينه وما بين بختشلي على أشده. بختشلي بيسرع ويطلب من أردوغان تسريع عملية السلام والمفاوضات وإنهاء هذا الملف، لأنه بختشلي نحن نعرف أنه هو الحزب القومي التركي اللي هو حابب يحافظ على الدولة التركية. وهنا مو معناه أنه هو بده يحل القضية الكردية أو حابب الكرد، لا، هو حسب الخطر اللي جاي والقادم لتقسيم تركيا. فلذلك عم بيضغط على أردوغان بشكل كبير أنه يعدل الدستور، ومستعد أنه يخرب الحكومة أيضا الحالية الموجودة اللي بيرأسها أردوغان مقابل أنه تركيا ما تتقسم. إذا وصلنا للنقاط اللي كنت أنا بتحدث فيها خلال السنوات اللي فاتت كلياتها، أنه تركيا في خطر، أنه تركيا ذاهبة للتقسيم لا محالة، أنه من دون تعديل دستوري في تركيا لا يمكن حل القضية نهائيا، أنه من دون إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان لا يمكن أنه يحصل محادثات سلام أيضا. فإذا نحن قادرين أنه نلعب بمصير تركيا كما نشاء ككرد، يا أما نخليها ودولة تركية تبقى وتستمر، يا أما ننهيها من الوجود بشكل نهائي. وأنا قلت لكم هي مسألة وجود. بالنسبة لإيران الوضع مختلف، ليست مسألة وجود، يعني الكرد إن أصبحوا دولة الإيرانيين يستطيعون أن يبقوا دولة أيضا، لكن الأتراك من سابع المستحيلات أن يستمروا كدولة إذا أصبحوا الكرد دولة. وهذا الكلام أنا حكي من زمان، وبدأت الآن الصورة تتوضح، وخلال الفترة القليلة القادمة راح نشوف تصريحات وتسريعات كثيرة بالأمور السياسة خصوصا في تركيا، وراح نكون معاكم وحدة وحدة ونحللها بوقتها.